بص بقى يا باشا، جايب لك النهارده انمي فاخر من الاخر، وبتبدا حكايته في عصر اساطير بيحكموا السحر والشعوذه، وبنشوف وحوش ضخمه بتهجم على مدينه السحر وسط خوف ورعب شعبها. وقتها بنشوف الحكيم اراكيل ملك المدينه وهو واقف في قلعته مع مساعدته تيريس والمحارب ليو، وبيقرر ما يستناش رجالته وبيستخدم سحره وبيعمل تعويذه علشان يقضي على الوحوش، وبيتحكم في شده حراره الشمس. في الوقت ده تيريس بتنبهه انه هيأذي اهل المدينه مع الوحوش لان حراره الشمس هتاخد الاخضر باليابس، لكن بيعرفها ان مفيش قدامه حل تاني، واول ما هيخلص على الوحوش هيحاول يرجع شعبه للحياه. فبيتدخل ليو وبيطلع سيفه وبيوقف سحر اراكيل، وده بيعصبه وبيساله عن سبب عصيانه لاوامره وجرأته في انه يوقف سحره. فبيوضح له ليو انه مش هيقدر يشوف اهل المدينه حياتهم بتنتهي قدامه ويتفرج عليهم، وخصوصا الاطفال الابرياء، وبيطير وبيهجم على الوحوش بسيفه وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وكل اهل المدينه بيقفوا منبهرين وهم شايفين محارب عنده 12 سنه بيقضي على وحوش قده مرتين، وبعد ما بيخلص بيقفوا يشجعوه وبيحيوه على انتصاره. في الوقت ده بيراقب اراكيل كل اللي بيحصل من بعيد وهو في مكانه، وبيقول لتيريس ان ليو بيحفر قبره بايده بعصيانه لاوامره، وبيكون خايف من قوته وسحره اللي قدر بيها يوقف تعويذته، وبيقلق منه جدا لان قوته بتزيد كل يوم اكتر من الاول، ومع الوقت هياخد مكانته. وفعلا يا عزيزي المشاهد احساسه بيتحقق، وبنشوف ليو بعد ما كبر شويه وحقق شعبيه كبيره بين اهل المدينه لدرجه انهم بيستعينوا بيه كل ما بيقعوا في مشكله، وواخدينه مثل اعلى وحامي ليهم. وفي يوم بيجي عامل من المحجر الصخري وبيطلب مساعدته في مواجهه الوحوش اللي بتظهر لهم وهم بيشتغلوا، فبيوافق ليو يساعده وبيروح معاه على هناك. وفي طريقهم بيشكروا العامل على موافقته، وبيحكي وبيتحكى عن انجازاته وتواضعه بانه بيساعد واحد زيه. وقتها ليو بيفهمه ان ده واجبه وتنفيذ لاوامر الملك اراكيل. واول ما بيوصلوا على المحجر بيسال ليو عن مكان وجود الوحوش، ويا دوبك بيبص وراه وما بيلاقيش العامل، وكانه فص ملح وداب، وبيفهم انه وقع في الفخ. فبيحاول يحمي نفسه بس للاسف ما بيلحقش، وبتظهر رجاله اراكيل من فوق المبنى وبيحاصروه بقوتهم السحريه وبيشلوا حركته. وفجاه بيطلع العمال من كل حته وبيأيدوه بسلاسل حديد من ايده ورجله وبيعلقوه في السماء، وبيتجمعوا عليه وبيصوبوا الاسهم في اتجاهه وبتدخل في جسمه كله. وبيحاول ليو يقاوم بس ما بيقدرش، وبينزف لحد ما حياته بتنتهي. فبينزلوه تاني وبيتلموا حواليه وبيتاكدوا من وفاته، وبيعلنوا عن نهايه المحارب اللي كان مخوف زعيمهم. وبيقولوا لبعضهم انه لو كان وصل مع اراكيل لحل وسط واهتم بالفلوس وما عملش نفسه بطل ومنقذ للفقراء، ما كانتش دي هتبقى نهايته ومصيره في الدنيا. وبيسيبوه مرمي تحت المطر غرقان في نزيفه والسهام مرشقه في كل جسمه وبيمشوا. وبعدها بتظهر الساحره روزيليا وبتبص ليو وهي متاثره وحزينه عليه، وبتستغرب ان البشر قدروا يعملوا كده في المحارب اللي كان بيحميهم وبيحمي العالم من الشر والوحوش وكرس كل حياته علشانهم. فبتستخدم سحرها وبتقدر تتواصل مع روحه، وبتساله لو مستعد يتمرد على البشر ويرجع حقه ويبقى في صفها ضد اراكيل وشعبه مقابل انها ترجعه للحياه من تاني. وقتها ليو بيعرفها ان البشر مالهمش ذنب في اذيته، هم بس اتعمل لهم غسيل مخ، وبيستغرب جدا اهتمامها بيه وبيسالها عن سبب عرضها لمساعدته. فبتعرفه روزيليا انها كانت بتراقبه من وهو صغير وشافت كل تصرفاته وصفاته النبيله ومواجهته ضد الشر، ومش هتقدر تثق ابدا في حد غيره، وبتعرض عليه تاني يبقى في صفها. فبيوافق ليو بعد الحاح كبير منها، وبتعلنه روزيليا ملك الشياطين، وبتاخده على قلعه الهياكل وبتنمي مهاراته وبتعلمه كل حاجه في عالم السحر. وبيرجع لها ليو كل يومين مع جيشه من الهياكل العظميه بمكاسب معاركه مع البشر. وفي يوم بيرجع ليو وبيبلغها انه زود من قوته وسحره وبقى معاه مساعد جديد من مملكه الظل وهو الكلب بلاكوس. وقتها روزيليا بتقرر هي كمان تديله هديه وتحتفل بانتصاراته، وبتقول له انها هتسخر له خادمه اسمها شاري. لا وكمان بتظهر له السيف الشيطاني العظيم اللي قادر يواجه اي قوه على وجه الارض مهما كانت، وبتنصحه ما يستخدموش غير في الحالات الطارئه او انه يكون بيستعمله لهدف حمايه مملكته، وبتحذره انه لو ما عملش كده السحر الشيطاني هيتقلب عليه. ومع الوقت بتتطور مهارات ليو لحد ما بيتحول لملك شيطاني حقيقي وغول عملاق وبيتلقب بزعيم العالم السفلي. وفي يوم بتعرفه روزيليا انها هتختفي قريب وهتظهر بعد 1000 سنه، وبتوصيه يدور عليها ويعرف مكانها علشان يكملوا حلمهم مع بعض ويبنوا مملكتهم. وبتكمل وبتعرفه انها ممكن تتحول لوحش شرير، وبتأمره يخلص عليها من غير تردد لو ده حصل، لانها هتبقى شخص تاني ومش عاوزه تكون سبب في تدمير العالم. فبيتصدم ليو من كلامها وبيأكد لها انه مش هيقدر يعمل كده، واما بتصر عليه بياخدها على قد عقلها وبيوعدها انه هيعمل بالوصيه بتاعتها. وفي يوم ليو بيلاحظ غياب روزيليا وبيقلب عليها الدنيا لحد ما بيلاقيها واقفه في قمه القلعه، فبينادي عليها وبيسالها ايه اللي جابها هنا، لكنها بتتجاهل سؤاله وبتفكره بكلامها ووصيتها، وبتطلب منه يدور عليها بعد 1000 سنه. وبتطير في السماء وبتختفي وما بيقدرش ليو يوقفها. وبعد وفاه روزيليا اعدائهم بيستغلوا الفرصه، وبنشوف جيش الهياكل العظميه بيتصدوا لمجموعه كبيره من وحوش الاشجار وبيحاولوا يهجموا على ليو ويمنعوهم من دخول القلعه. وبيظهر من وسط الاشجار جيش من البشر اللي تحت سيطره تيريس، وكل ما واحد فيهم بيتصاب بتقدر تعالجه وتحييه
تاني بقوتها. وفي وسط حرب البشريين مع الهياكل بتبعت تريس وحشها السحري على القلعة علشان يدمرها ويكسر جدار الحماية. وأول ما بينتهي من تدميرها بيظهر أراكيل وهو في هيئة وحش شجري وبيهجم عليها. وقتها بيظهر ليو وهو بيشوف اللي بيحصل عن طريق كرة سحرية وبيكلمه أراكيل من خلالها وبيأكد له إن نهايته قربت وبيوعده إنه هيخلص عليه بطريقة شرسة وبيستفزه. فبيتعصب ليو وبيكسر الكرة وبيجهز عصايته السحرية علشان يهجم عليه بعد ما اتجرأ أراكيل وقدر يدخل المدينة اللي بيحكمها. لكن مساعدينه شاري وبلاكوس بيوقفوه وبيحاولوا يهدوه وبيوضح له إن روزيليا مش هتقدر تستحمل هزيمته ونهاية ملوك الشياطين بما إنه آخر واحد اتبقى منهم. وكمان بيفكروه بوعده ليها قبل ما تختفي. وساعتها بنكتشف إن بعد وفاتها في معركة قامت بين ملوك الشياطين وزعماء السحر الستة في المدينة قدروا السحرة يهزموا كل الملوك وسيطروا على العالم وما تبقاش غير ليو. وساعتها بيقرر ليو يتقبل هزيمته وبيتجه لنفق تحت الأرض وبيقرر يدفن نفسه وبيبقى ناوي يرجع بعد 1000 سنة ويستعيد عرشه ومدينته ويخلي البشر خدامين عنده. وبتعدي الشهور والسنين والعالم بيتغير وبعد 1000 سنة بتظهر المحاربتين سيليا وريجينا قدام قلعة الهياكل وبيدخلوا يستكشفوا المكان علشان يعرفوا مخبأ وحوش الفراغ. وقتها بنعرف إن في العصر الجديد ظهرت وحوش غريبة اسمها الفراغات وفي طريقهم بيتناقشوا سوا في نوعية الوحوش. وبنعرف من كلامهم إنها عبارة عن مخلوقات بتبني عشها في أعماق الأنقاض تحت الأرض ولو خرجت بتهجم على أهل المدينة وبتدمر المباني وبتنهي حياة الناس. وفجأة وهم ماشيين بيقع تمثال ضخم قدامهم واما بتسأل ريجينا صاحبتها عن سبب وجود تماثيل وحاجات غريبة في مكان زي ده فبتفهمها إن دي حاجات بتدفن مع الشخصيات المهمة زي الملوك. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لباب ضخم جدا وبتحاول ريجينا تفتحه بس ما بتقدرش فبتسيب سيليا تستكشف المكتوب على الباب وبتمشي تدور في مكان تاني. وساعتها بتلمس سيليا الباب وفجأة بينور وبيتفتح قدامها فبتدخل وبتشوف بلورة ضخمة جدا قدامها وبتلاحظ إن في حد محتجز جواها فبتقرر تنقذه وبتقف تضرب نار على البلورة بس ولا بتتأثر. وفي نفس اللحظة بنتفاجئ إن ليو هو اللي جواها وبيفوق على الدوشة اللي سيليا عاملاها وبيستغرب إن في حد قدر يوصل للمكان اللي اتدفن فيه وبيسأل نفسه لو طقوس إعادة الإحياء نجحت ورجع تاني على عالم الأساطير. وعشان يفهم اللي بيحصل بيستخدم سحره وبيفجر البلورة وبتقع سيليا من قوة الانفجار وبتفقد وعيها فبيخرج ليو يطمن عليها وبيستغرب شكلها ولبسها. وقتها بقى سيليا بتفتح عينيها وأول ما بتشوفه بتتفاجئ إن حد قدر يحتجز طفل عسول زيه في بلورة فبيتصدم ليو من كلامها وبيبص على شكله في إزاز البلور المكسور وبيتخض وبيفهم إن الطقوس فشلت ورجع لشكله لما كان عنده 10 سنين وبيحس كده إن هيبته ضاعت. وبعد ما كان بيتقال له ملك الشياطين اتقال له طفل عسول وحاجة آخر عبث وبيقف وهو عاوز يرقع بالصوت على حظه فبتقطع سيليا تفكيره وبتطمن عليه وبعدها بتسأله عن سبب وجوده ولو وحوش الفراغ هم اللي ورا احتجازه. لكن ليو بيقف مبلم من الصدمة وما بينطقش فبتلاحظ إنه مخضوض يا عيني وفي حالة خوف وبتفهم إن ذكرياته مشوهة فبترجع تطمنه وبتوعده إنها هتحميه وبيقعدوا سوا وبتديله سيليا الأكل اللي معاها وبيفضل ليو يفكر هيعمل إيه في المصيبة اللي هو فيها دي وبيستوعب إنه محتاج للأكل والعناية وبيقرر يستغل سيليا علشان تهتم بيه. وبتبدأ بقى تعرفه على نفسها وبتشرح له إنها محاربة تحت التدريب في الفريق 18 في أكاديمية ليبور. لكن ليو ما بيبقاش فاهم أي حاجة من كلامها وأول ما بتسأله عن اسمه بيبقى خايف يقول لها لا تعرفه ويتكشف من أولها بما إنه يعني كان مشهور جدا في عصره. لكن في النهاية برضه بيعرفها على نفسه عادي جدا وما بتطلعش عارفة أي حاجة عن الاسم. وبترجع تسأله عن سبب وجوده في قلعة مهجورة زي دي فبيمثل ليو عليها وبيعمل فيها عبيط ومش فاهم أي حاجة وبيهودها لحد ما بيفهم التغيرات اللي حصلت في العالم أثناء فترة غيابه ومين هم الفراغات اللي صدعت دماغه بيهم. وفجأة وهم بيتكلموا بتنبهها ريجينا في السماعة عن ظهور وحش فراغ وفي نفس اللحظة بيحصل زلزال قوي وسيليا بتحمي ليو وبتأكد له إنه في رعايتها من دلوقتي وبيهجم عليهم وحش ضخم وبيقرب منهم فبتحاول سيليا تضربه بالنار لكن مفيش فايدة فبتتضايق ليو إنهم بيخربوا في القلعة بتاعته وبيحاول يتدخل ولسه هيضربه بقوته السحرية بس بيتكعبل في لبسه وبيقع على وشه وبيقعد يندب حظه والجسم الصغير اللي رجع فيه ده. وقتها الوحش بيكون خلاص قرب منهم جدا وفي آخر لحظة قبل ما يهجم عليهم بتضربه ريجينا بسلاحها السحري وبعد ما بتقضي عليه خلاص بتطمن على صاحبتها وبتسألها عن الطفل اللي معاها فبتحكي لها إنه لقيته في القلعة وقررت تبقى مسؤولة عنه. وفجأة وهم بيتكلموا بيجدد الوحش جسمه تاني وقبل ما يقوم بتضربه ريجينا الضربة القاضية لكن برضه مفيش فايدة فبتأمر سيليا تاخد الطفل وتخرج بسرعة لحد ما تخلص معركتها معاه. وبتخرج سيليا وبتاخد ليو وبتطلع تجري وفي طريقهم بيترمي قدامهم بلورة وبيطلع منها وحش ضخم جديد وبيلاحظ ليو إن شكل الوحوش اتغيرت خالص وساعتها سيليا بتطلب منه يهرب بسرعة بس بيفضل واقف وبيحتار ما بين إنه يواجه معاها ولا يتفرج من بعيد علشان ما تكتشفش حقيقته. وقبل ما يضرب الوحش بقوته السحرية بتزق سيليا بعيد وفي نفس اللحظة الوحش بيهاجمهم وبيضربها في بطنها بسيفه وبتقع سيليا على الأرض وهي سايحة في نزفها فبيتصدم ليو وبيجري يطمن عليها وبيشوفها وهي بتحتضر وبتطلب منه يجري بسرعة وبتعتذر له إنها ما قدرتش تحميه
تاني، فبيقعد ليو جنبها وبيمسك ايديها لحد ما حياتها بتنتهي، وبيقف يودعها. ومره واحده بيحاصروه الوحوش من كل اتجاه وبيحاولوا يضربوه، لكنه بيستخدم جدار حمايه وضرباتهم ما بتاثرش فيه، وبيحس بالندم لانه ما انقذش سيليا، وبيستخدم عصايته السحريه وبيواجه الوحوش، وبيرمي عليهم التعويذ بتاعته لحد ما بيخلص منهم واحد ورا التاني، وبيلاحظ ان قوته بتزيد، فبيرجع تاني لسيليا، وبرغم كرهه للبشر بيقرر ينقذها، وبيجرب تعويذه الشفاء عليها لحد ما كل نزيفها بيرجع على جسمها تاني، وبيظهر رمز غريب على جسمها وبترجع تاني للحياه، وبتفتح سيليا عينيها وبتتألم وبترجع تفقد وعيها تاني، وبيتأكد ليو انها لو عرفت الحقيقه واللي عملوا فيها هتتضايق منه، وبيسمع ريجينا بتكلمها في ودنها، وبيستغرب من التكنولوجيا الحديثه، وبيقعد يستناها تفوق، وبترجع سيليا تفتح عينيها وبتفرح جدا لما بتشوف ليو بخير، وبعد ما بتطمن عليه بتتفاجئ ان جرحها ما بقاش موجود، وانها لسه عايشه وما حصلهاش حاجه، فبيوضح لها ليو انه انقذها بتعويذه سحر، لكن سيليا ما بيبقاش عندها اي فكره عن اللي بيقوله وما بتفهمش كلامه، وبتفتكره عنده سيف سحري انقذها بيه، فبيسيرها لحد ما بتشرح له ان السيوف السحريه ظهرت للبشر مع ظهور وحوش الفراغات علشان يقدروا يحاربوهم، والاطفال بقى عندهم قدرات فجاه على شكل اسلحه بيستخدموها وقت الحروب، وبتضرب له مثل على صاحبتها ريجينا والسلاح اللي معاها، وبتعرفه ان السيف الخاص بيها لحد دلوقتي لسه ما ظهرلهاش. وقتها ريجينا بتقاطعهم وبتيجي جري تطمن عليهم، وبتسالهم عملوا ايه مع الوحوش، فبتفتكر سيليا وبتعيد السؤال لليو، فبيحور عليهم وبيفهمهم انه كان بيترعش من الخوف وشكله صعب عليهم فسابوه ومشيوا، وبيصدقوه وبياخدوه معاهم على الاكاديميه، وطول الطريق بتفضل ريجينا تضايقه وتعاكس فيه، فبتوقفها سيليا وبتدافع عنه، وبعدها بيتفرج ليو على المدينه وبيتفاجئ من التطورات اللي حصلت فيها، واما بيسال سيليا عن المباني الكبيره واستخدامها بتوضح له انها اتعملت علشان تواجه الفراغات، وبتضم عدد كبير من الاكاديميات اللي بيتدرب فيها المحاربين لمواجهه اي مشكله، وبتحكي له عن هجوم الفراغات عليهم من 6 سنين في اكاديميه منهم، وقتها كانت هي وريجينا في مخبأ تحت الارض وبيحاولوا يواسوا بعض وما يعيطوش، وبتطمنها سيليا ان ابوها قائد الجيش وهيقدر يتصرف ويخلص عليهم زي كل مره لانه عمره ما خسر في معركه، وبيتكلموا في ذكرياتهم علشان الوقت يعدي بسرعه، وبيخططوا هيعملوا ايه لما الحرب تخلص، واول ما بيزيد صوت الانفجار بيعيطوا، وبتاكد لها سيليا انهم هيفوزوا على الوحوش وهيحتفلوا سوا، وبعد ما بتخلص المعركه بيخرجوا وبيشوفوا المدينه كلها متدمره، وبيسمعوا الجندي وهو بيبلغ راجل عجوز كان معاهم في المخبأ ان اللي نجا من المعركه 30 محارب بس، وبتنهار سيليا وبتقعد تعيط على اهلها اللي توفوا في الحرب، وبتخلص حكايتها وبتعرف ليو انها كانت متاكده من خسارتهم وكدبت على نفسها وعلى ريجينا علشان تقنعها بكلامها ويطمنوا، ومن ساعتها قررت ما تكدبش تاني، وبيوصلوا على الاكاديميه اللي عايشين فيها دلوقتي، ووقتها سيليا بتكلم القاده وبتبلغهم باللي حصل معاهم، فبيأمروها تدخلوا الاختبار يحددوا مستوى قوته وقوه سيفه السحري، وبعدها ممكن تاخده في فريقها، وبتقفل سيليا معاهم وبتبلغ ليو بكلامهم، وبتعرفه انه من النهارده هيعيش معاها في الاكاديميه وهيتدرب اكتر لحد ما يبقى محارب محترف، وبتوري له الباب اللي هيدخل منه للاختبار، وبتعرفه انها هتستناه عند باب الخروج وبتمشي، فبيدخل ليو، واول ما بيتاكد انه لوحده بتتحول ملامح وشه للغضب، وبيبقى متعصب جدا بسبب شكله الطفولي وخطته اللي باظت، وبيستدعي مساعدين وشاري وبلاكوس من تحت الارض، وبيأمرهم يعرفوا مستوى قوه البشر العسكريه ويحققوا في موضوع المباني الضخمه والتكنولوجيا الجديده، واما بتساله شاري هيعمل ايه دلوقتي بيعرفها انه هيعيش في سكن المحاربين مع البشر لانه لسه طفل وجسمه محتاج رعايه، وهو بالمره يجمع شويه معلومات عن العصر الجديد، وبيخفيهم تاني وبيكمل طريقه، وبيعدي على اجهزه الكشف لحد ما بيوصل لمكنه حديثه بتطلع له كارنيه الاكاديميه بصورته، وفجاه سيليا بتيجي من ظهره وبتشده منه وبتصور الكارنيه وبتبلغه انها بعتته للقاده وميعاد استجوابه اتحدد، وبتوضح له اكتر وبتشرح له ان قبل التسجيل النهائي في الاكاديميه بيتحقق معاه بخصوص قوه سيفه السحري، ووقتها بياخد الكارنيه بشكل رسمي، وبتعرفه انه هيستلمه اول ما كل الاجراءات تخلص، وبتاخده معاها بالموتوسيكل وبتوري له الاكاديميه من جوه، وبتعرفه على كل الاماكن لحد ما بيوصلوا لبرج قاده مركزي بيتم فيه كل القرارات العسكريه وكل الاجتماعات الاداريه، فبيقف ليو قدامه وهو متفاجئ من حجمه وتصميمه، وبيكملوا طريقهم ماشي، وبتعرفوا سيليا على كل حاجه في المدينه الاداريه، وبتوري له المكان اللي هيتدرب فيه، وفجاه بتدوخ وبتقع، واول ما بيسال مالها بتطمنه انها كويسه، وبتقول له انها عايزه ترتاح شويه وتنزل تتدرب علشان تقدر تكتشف سيفها السحري، وبتاخدوه وبتمشي، وبيستغرب ليو انها متسجله في الاكاديميه رغم انها ما عندهاش سيف سحري وشكلها كده ماشيه وسايط، واثناء ما هم ماشيين بيشوفوهم بنتين وبيعكسوا في ليو، فبيسال سيليا لو كل الاكاديميه بنات، بس بتطمنه ان نصها بنات ونصها اولاد، وبيقاطعهم زميلها رودوس، واول ما بتشوفه سيليا بتقلب وشها وبيبان انهم اعداء، واول ما رودوس بيشوف جرحها بيتريق عليها، واما بتحاول تتجاهله وتكمل طريقها بيوقفها وبيقضيها ضحك وتريقه عليها وعلى الطفل الصغير اللي معاها ده، وقتها ليو بيحاول يتمالك اعصابه ويفضل هادي، وبيتفاجئ ان بعد السخريه دي كلها رودوس بيعرض على سيليا تنضم لفريقه قبل ما تطرد من الاكاديميه، وبيعايرها ان برغم وراثتها للسيف السحري لسه مش قادره تظهره، فبيفهم ليو انها اتعينت بسبب نسبها، وبيلاحظ كده ان رودوس بتاع بنات
بيموت وفريقه كله ما فيهوش ولد غيره. فبتزهق سيليا من كلامه وبتمشي، بس رودوس بيجيبها من شعرها مره واحده وبيوقفها بالعافيه. فبيتعصب ليو وبيجيب اخره منه، وبنظره واحده بيستخدم سحره وبيشل حركته وبيتحكم فيه، وبيوقفه قدامه بيترعش وركبه بتخبط في بعض، وبيجبره ينحني ويعتذر، وبيعمل نفسه مش فاهم حاجه وبينزل يوشوشه وبيحذره يقرب من سيليا تاني. وساعتها بيخرج رودوس عن سيطرته وبيواجهه، بس بتيجي المحاربه فيني وبتوقفه وبتفكره بقوانين الاكاديميه ومنع المعارك الشخصيه فيها، وبتهدده انها هتبعت لقطات عن اللي بيعمله للاداره لو ما مشيش فورا. وبيبان ان الكرات اللي حواليها دي عباره عن كاميرا بتعرف منها اللي بيحصل حتى لو مش موجوده في المكان. فبيتراجع رودوس وبياخد فريقه وبيمشي. وقتها فيني بتعتذر لسيليا على تصرفات الواد اللي محدش بيطيقه ده، وبترحب بليو وبتعرفه بنفسها وانها المسؤوله عن تحليل البيانات وجمع المعلومات وواحده من فريق سيليا، وبتعرفه انها خدت مقاساته وهتبعت له الزي المدرسي الخاص بالاكاديميه على اوضته. وبتعتذر لسيليا لانها ما قدرتش تبقى معاها في المهمه بسبب شغلها في البيانات الاداريه. واثناء ما هي بتتكلم بتدوخ سيليا تاني ومحدش بيبقى فاهم حاجه غير ليو. فبتقف فيني جنبها لحد ما بتتحسن شويه وبتكمل طريقها مع ليو. وبيوصلوا على السكن وبيلاحظوا انه قديم قوي، فبتشرح له ان كل فريق بياخد السكن على حسب انجازاته في المعارك، وبيدخلوا سوا وبيتفرجوا على البيت. وبتعدي على اوضه ريجينا وبتلاقيها في سابع نومه، فبتاخد ليو وبتطلع على اوضتها وبتشرح له ان استخدام السيف السحري متعب جدا، والمحاربين بيرجعوا مفرهدين بعد كل معركه. وبيوصلوا على اوضتهم وبتفهموا انه هيعيش معاها في نفس الاوضه لانها فاكراه مجرد طفل. وبعد لحظات بتتعب سيليا وبتفقد وعيها، وبيسهر ليو جنبها لحد الصبح. واول ما بتفتح عينيها بيعترف لها ليو بحقيقته وانه ساحر قديم، وبيحكي لها ان في عصره كان كل البشر يقدروا يستعملوا السحر، ومن خلاله قدر يعمل لنفسه عمليه اعاده احياء. وبيفهمها سبب دوختها وتعبها، وبيوضح لها انه ما عندوش سحر كافي يخليه يرجعها للحياه تاني. وبيفاجئها وبيقول لها انها توفت اصلا، وروحها الموجوده دلوقتي عايشه في جسم فامباير وبقت واحده من الخالدين. وبيوضح لها ان تعبها كان بسبب ان جسمها فضي من النزيف لانها دلوقتي بتتغذى عليه. وبيعتذر لها وبيفهمها ان دي كانت الطريقه الوحيده قدامه لانقاذها. وبعد شويه بيوصل الزي الليو على الاوضه، فبيجهز نفسه وبينزل على مطعم الاكاديميه ومعاه سيليا بعد ما اتحسنت وشربت نزيف وبقت زي الفل. وبتقف قدام الاكل وبتحس ان ما عندهاش شهيه خالص، فبيفهمها ليو انها دلوقتي بقت فامباير ولازم تنسى موضوع الاكل زي البشر خلاص. لكن بيعرفها انه ممكن ياخد وجبتها عادي، وبيبداوا يختاروا الاكل سوا. وبتتصرف سيليا ولا كانها امه وبتختار له الاكل بنفسها علشان جسمه يتغذى. واول ما بيهزر ليو وبيقول لها ان اول مره فامباير يهتم بيه بتتقمص، فبيعتذر لها وبيسمح لها تختار له على مزاجها، وبيطلع لها عمله ذهبيه وبيعرفها انها تقدر تختار اللي هي عايزاه وتشتري بيها المطعم كله لو عاوزه. وبيفتكرها ساكته من المفاجاه، بس سيليا بتبقى متنحه من ثقته الزايده وبتوضح له ان دي عمله قديمه جدا ملهاش اي قيمه دلوقتي، وحاليا التعامل بقى عن طريق البطاقه الائتمانيه. فبيتصدم ليو لانه كان محتفظ بالعمله وقت طويل وعامل حسابه يبني جيشه بيها، وفي الاخر طلعت فيستك. وفي اللحظه دي بيشوفوا بنت بتتخانق مع 2 رجاله علشان ليهم عندها فلوس، واول ما بيحاولوا يقربوا منها ومن لبسها التراثي بتضربهم بحركه واحده وبتبعدهم عنها فورا، وبتعرفهم انها هتجهز لهم الفلوس الاسبوع الجاي. فبيخافوا منها وبيهربوا بسرعه، وبتروح سيليا تطمن عليها وبيبان انهم صحاب. وبنعرف من كلامهم ان اسمها ساكويا، واحده من فريق سيليا وعلى طول مديونه بسبب لعب القمار والرهانات. وبتعتذر لسيليا انها ما جاتش معاها المهمه وخرجت تستمتع في الكازينو علشان تكسب فلوس كتير، فرجعت وهي عليها فلوس ومديونه لطوب الارض وبقت مفلسه. فبتضحك سيليا وبتبدا تعرف ليو عليها، وبتقعد تحكي وتتحكى عن قوه ساكويا وانها المهاجمه الرئيسيه في فريقهم. وبيقفوا يرحبوا ببعض وبعدها بيقعدوا ياكلوا سوا. وليو بيسال ساكويا عن سبب اختلاف الزي بتاعها عن كل طلاب الاكاديميه، فبتفهمه انه لبسها هو الزي التقليدي لبلدها وتذكار من اختها الكبيره. وبتحكي له ان كل عشيرتها واهلها حياتهم انتهت بسبب الفراغات، ومن ساعتها بقى خدت عهد على نفسها تخلص عليهم كلهم وتخفيهم من على وش الارض. وبعد ما بيخلصوا اكل سيليا بتاخد ليو على اختبار القدرات، وهناك المحققه بتساله عن سيفه والسحر اللي فيه، فبيظهر ليو عصايته السحريه وبيعرفها ان في انواع كتير من السحر. ولسه بتسجل المحققه كلامه وبتشرح له التدريب هيتم ازاي، بتتفاجئ بليو قضى على كل الآليين اللي بيتدربوا عليهم الطلاب، وبتصدم لما بتشوفهم كلهم على الارض بضربه واحده وكل الطلاب بيتلموا عليه وهم منبهرين. وبيقاطعهم رودوس وبيطلب يحقق مع ليو بنفسه بما انه محارب من المستويات الاولى، فبتوافق المحققه وبيبقى الموضوع واقف على موافقه ليو، فبيسمح له يختبر قوته وبيأكد له انه هيخليه هو والارض واحد زي ما عمل مع الآليين. فبيتعصب رودوس وبيجهز هو وفريقه للمعركه، واول ما بتشوفهم سيليا هيتكتروا عليه بتقرر تدخل وتحارب مع ليو. وقتها رودوس بيساومها، لو خسرت تدخل فريقه. فبيقطعوا ليو وبيزود في الاتفاق وبيعرفوا انهم لو كسبوا هيبطل يضايقها ويبعد عنها. فبيوافق رودوس لانه متاكد ان اخصامه واحده من غير سيف سحري والتاني طفل، فاكيد مش هيقدروا يهزموه هو وفريقه. وسيليا بتطلب من المحققه تستخدم سيف من سيوف التدريب، فبتوافق وبتعلن عن بدايه المعركه، وبتدور حرب شرسه بينهم وبيهزموا كل البنات اللي مع رودوس وما بيتبقاش غيره. فبتهجم
وبتهجم عليه سيليا بكل قوتها، لكن في اخر لحظه بيستخدم سحره وبيشل حركتها وبيشيل السيف من ايديها وبيحاول يقرب منها، بس بيقول لها انه هيقضي على ليو ويرجع لها تاني. وبتقف سيليا وهي بتردد انها عايزه تحمي ليو باي ثمن وبتقاوم سحر رودوس. وفجاه بيظهر السيف السحري الخاص بيها وبيتفاجئ رودوس انها قدرت تهرب من سيطرته، ومره واحده بتهجم عليه وبتكسر عصايته السحريه. في نفس اللحظه بتختفي كل سيوف فريقه وبتوجه سيليا سيفها عليه وبتهزمه. وقتها رودوس بيجيب ورا وبيعلن استسلامه، وكل الطلاب بيحيوها وبتجري ريجينا عليها وبتاخدها بالحضن وبتبارك لها بمناسبه فوزها. وبتفرح سيليا جدا، واول ما بتبقى هي وليو لوحدهم بتشكره على مساعدته ليها، فبيعرفها انه ما عملش حاجه وبيقول لها انها من دلوقتي زعيمته اللي هتبقى مسؤوله عن رعايته وحمايته. فبتوافق سيليا بس بشرط انه يزود قوتها، وبيتفقوا وبالليل بيتجمعوا مع فريقهم وبيحتفلوا بمناسبه ظهور السيف المقدس لسيليا ودخول ليو على فريقهم، وبيتناقشوا في المكان اللي ليو هيعيش فيه. فبتاكد لهم سيليا انه هيفضل قاعد معاهم، واما ما بتعرفش تقول سبب بيساعدها ليو وبيوضح لهم ان ليها الفضل في انقاذه وهي اللي خرجته من تحت الانقاض والانسب في رعايته. واول ما بيوافق باقي الفريق على قرارهم بيطمنوا لانهم بالطريقه دي هيقدروا يحافظوا على اسرار بعض. واول ما بيرجعوا على الاوضه بيستغل ليو انه قاعد لوحده وسيليا في الحمام، وبيفتح خريطه الكترونيه اللي فيني دلته عليها وهي بتسجل بياناته في فريقهم، وبيلاقي المكان اللي حصلت فيه الحرب بين جيشه واراكيل، وبيلاحظ ان وحوش الفراغ منتشره في نفس المكان. فبيستدعي بلاكوس وبيساله وصل لايه في بحثه، فبيعرفوا انه في محطه طاقه حديثه تحت المدينه بتوزع طاقه عليها كلها. فبيفكر ليو يضيفها لقوتهم اول ما يرجع يعيد تكوين جيشه تاني، وبيأمره يتابع بحثه. وبعدها بيستدعي شاري وبيسالها نفس السؤال، فبتطلع له كيس اكل وبتعرفه انها اكتشفت انواع جديده من الحلويات والاكلات الحديثه وبتشرح له شكل الدوناتس ومكوناته. فبيدوقها ليو وبتعجبه وبيلاقيها زاطت فيها وبتطلع اكتر وجايبه محل المعجنات كله معاها. فبيوقفها وبيفهم انها ضيعت وقتها كله على محلات الاكل، فبيتعصب عليها وبيأمرها ترجع تبحث عن الحاجات المهمه. الحاجات المهمه. فبتقول له انها عرفت كام معلومه كده بس كانت بتغذيه الاول، وبتاكد له ان اهل المدينه ما يعرفوش اي حاجه عنه وعن عصر الاساطير والحرب اللي حصلت من 100 سنه، وكأن حد كده قاصد يخفيهم من التاريخ. واول ما بتسمع صوت بنت بتغير شاري الموضوع وبتساله لو فعلا طلب من بشريه تحميه زي ما سمعت، واما بياكد لها بتنسى انه زعيمها وبتتريق عليه وعلى خيبته. فبيتعصب ليه وبيفكرها انه زعيمها حتى لو هيبته راحت بشكله الجديد، وبيوضح لها ان سيليا مش بشريه وبقت فامباير وواحده من الخالدين في عالم الاساطير، ومع الوقت هتبقى ايده اليمين. فبتغير شاري وبتقعد تاكل في الحلويات وهي متغاظه، واول ما بتنادي سيليا على ليو بتختفي بسرعه. وتاني يوم بيصحى ليو وبيفتكر وعده لروزيليا بانه هيدور عليها ويلاقيها، وبيفكر نفسه ان ده السبب اللي رجع علشانه على العالم تاني بعد 1000 سنه. وفجاه رقبته بتوجعه وبيكتشف ان سيليا شربت من نزيفه وهو نايم، فبيروح يصحيها. وبتقوم سيليا فجاه وهي مخضوضه وما بتبقاش فاهمه سبب تصرفه، فبيشرح لها ليو ان هو اللي حولها لفامباير وبقى متحكم فيها عن طريق الرمز اللي في جسمها وصحاها بطريقته. واما بتخاف بيطمنها ما تقلقش لانه مش هيأذيها، وبيطلب منها في المقابل ما تأذيهوش وهو نايم لانه لسه في جسم طفل ومحتاج تغذيه علشان يبقى قوي مش سحب نزيف كمان. وبيوضح لها انه مش ممانع لان دي بقت طبيعه جسمها وغصب عنها هتحتاج للنزيف، وبيستسمحها بس تقول له قبل ما تشرب. وفي نفس اللحظه بيجي لسيليا مكالمه من فيني وبتبلغها ان في اجتماع طارئ بين الاداريين عن المحاربين اللي راحوا امبارح في البحث البحري ولحد دلوقتي ما رجعوش وموقعهم اختفى من شاشات المراقبه. وبتعرفها انها لو وصلت لاي معلومات جديده هتبلغها بيها، وبتقفل معاها. وبعدها سيليا بتطلب من ليو بما انه يوم اجازه يدربها على السحر، فبينزلوا على صاله التدريب وبيبان ان سيليا قوتها زادت وبتهزم الاليين بكل سهوله. فبيصعب ليو عليها التدريب وبيستخدم جنوده من العالم السفلي وبيبقوا عباره عن هياكل عظميه، وبتهاجمهم سيليا بكل قوتها وبتهزمهم كلهم وبتحولهم لعظم متكسر على الارض. فبيحييها ليو وبيأكد لها انها بتتحسن وقوتها بتزيد عن الاول، فبتعزمه سيليا على حسابها في مطعم بره الاكاديميه علشان تشكره. ولسه ليو بيحاول يتقل وبيعرفها ان ما ينفعش بنت تعزمه، بس عصافير بطنه بتفضحه وبتصوصو، فبتاخده وبتطلع على المطعم وبيقفوا في طريقهم يجيبوا حاجه، وبتشوفهم شاري من بعيد وهي ماسكه مقشه بعد ما قررت تشتغل وتجيب فلوس علشان تقدر تشتري الاكلات الجديده لليو، وبتتغاظ لما بتشوفه بيتعامل معاها حلو وبتخرج تراقبهم. وبيوصل ليو وسيلينا على المطعم، وهناك بيتفاجئ ليو انه دار ايتام مش مطعم. واول ما الاطفال بيسمعوا صوت سيليا بيخرجوا يرحبوا بيها، وبيستغرب ليو فبتفهمه انه دار ومطعم في نفس الوقت، والمكان ده مهم جدا عندها ولو في سبب بتحارب علشانه فهو حمايه الدار. وبيبص ليو للاطفال وبيفتكر نفسه لما كان في ملجأ، وبيفرح ان الدنيا اتطورت والاطفال بقت تعيش في سعاده على عكسه. وبيدخلوا كلهم على الدار، وبتنزل مديره المكان ترحب بيهم، وبتبدا سيليا تعرفهم على ليو. واول ما بتقول انه محارب سحر فبيتلموا الاطفال عليه، فبتنقذه سيليا وبتعرفهم ان معاها حلويات علشان يسيبوه. وبيوقف ليو يقارن بين الدار والناس اللي سيليا عايزه تحميهم وبين القلعه اللي هو عاوز يرجعها تاني. وفي الوقت ده بتظهر ساكويا وهي راجعه على السكن، وبتشوف بلاكوس قاعد قدام البيت فبيعجبها جدا، وبتقف تعاكس فيه وبتطلع عليه اسم كمان، وبتديله وشاح علشان تقدر تعرفه من وسط الكلاب. وبتدخل تحكي لاصحابها
صحابها عن الكلب ده، وبيغيروا الموضوع وبيسالوا فيني عن السبب اللي مخليها تلبس الزي الرسمي في الاجازه، فبتعرفهم انها اتكلفت بجمع المعلومات وتحليلها عن الغواصين اللي نزلوا في اعماق البحر وما رجعوش. وفجاه وهم قاعدين البيت بيتهز، وبتلاقي فيني في كاميرات المراقبه ان في اهتزاز غريب جاي من تحت الارض. في نفس الوقت 2 من الموظفين بينزلوا مخزن تحت الارض من غير ما يعرفوا حاجه عن الاهتزاز، وبيتفاجئوا بجذور شجر مسيطره على المخزن كله. في الوقت ده فيني بتطلب من الاداره تشاركهم بنتائج بحثها في الاجتماع، وبيوافقوا، وبتتواصل معاهم من خلال مكالمه فيديو وبتبلغهم عن وجود الاهتزازات تحت الارض والضرر الكبير اللي حصل في اسلاك الكهرباء فصل معظم شبكات الاتصال، وبتوضح لهم ان نفس الضرر حصل في مبنيين قبل كده، وده بيدل على وجود فراغات تحت الارض. لكنهم بيتصدموا وما بيصدقوش ان الفراغات قدرت توصل جوه المدينه وهم مأمنين الحدود كلها، ده غير نظام الحمايه العالي والتكنولوجيا الحديثه اللي بيستخدموها. وفي نفس اللحظه بيبلغهم مراقبين الكاميرات عن اكتشاف حركه كائن غريب تحت الارض، فبتخمن فيني انه ممكن يكون سيد الفراغات وبيتسلل في الخباثه عشان يقدر يدخل على المدينه ويدمرها. في الوقت ده بيجي تنبيه للاداره من قسم الموارد عن ظهور نباتات شبه جذور الاشجار بتنمو في المخازن تحت الارض، فبيقرروا يبعتوا حد من المحاربين يشوف اللي بيحصل هناك. وقتها فيني بتسال عن مكان سيليا، فبتعرفها ريجينا انها اكيد راحت على الدار زي ما هي متعوده وخدت ليو معاها، فبتغير فيني الموضوع وبتحاول تداري قلقها على سيليا، وبتأمر صحابها يستعدوا لاي حاجه ممكن تحصل. وبعدها بيوصلوا المحاربين على المخزن وبيتواصلوا مع الاداره عن طريق مكالمه فيديو، وبيوروهم سيطره النبات الغريب على المكان. وفي نفس اللحظه جهاز كشف الفراغات بيشتغل والكاميرا بتشوش وبتتقفل، وبيفهموا انهم بيتعرضوا لهجوم من الفراغات وبيحاولوا يتصرفوا، لكنهم بيكتشفوا ان شبكات الاتصال كلها اتعطلت. وبترجع اشاره مكالمه الفيديو تاني وبيبلغوهم المحاربين ان الوحش هرب، فبيفهموا انه اتجه لمحطه الطاقه وناوي يهجم عليهم من خلالها، وبيأمروا بحمايتها فورا. واول ما بتظهر الجذور فيها بتهاجمها المدافع تلقائيا والجنود بيواجهوها، وبيعلن نائب الملك ان جذور النباتات هو سيد الفراغ، وبيؤمر بمواجهته وجمع القوات العسكريه ونقل المدنيين على المخبأ. في الوقت ده سيليا بتكون في الدار مع الاطفال وبياكلوا سوا، واول ما بيخلصوا بيزنوا الاطفال على ليو علشان يوريهم سيفه السحري، فبيقعد يلعب معاهم. في نفس اللحظه الجذور بتخترق محطه الكهرباء وما بيقدروش المحاربين يضربوا النار عليها علشان ما يحصلش انفجار لمحطه الطاقه، فبيسيبوه. وقتها الكهرباء بتاثر على المدينه كلها، وبتعرف سيليا وليو ان في حاجه غلط وبيخرجوا جري، وبيتفاجئوا بسيطره الفراغات على محطه الطاقه، وبيشوفوا بوابات الفراغ منتشره في كل مكان في المدينه وبيطلع منها وحوش مختلفه، وبيتجمعوا ساكويا وريجينا وفيني وبيقرروا يحاربوا الفراغات، وبيضربهم مبنى محطه الطاقه بالمدافع من كل الاتجاهات وبيقضي على عدد كبير منهم. وبيتفرج ليو من بعيد على المبنى وهو منبهر، وساعتها سيليا بتبقى متوتره جدا وبتحاول تتواصل مع الاكاديميه بس ما بتقدرش، فبترجع بسرعه على الدار علشان تلحق تنقلهم على المخبأ قبل ما الفراغات توصل لهم. وقبل ما ليو يروح وراها بتوقفه شاري وبتساله تعمل ايه، فبيأمرها تروح تحمي باقي فريقها وتساعدهم، فبتوافق. وبعد ما بتختفي بيكونوا الوحوش وصلوا للدار، فبينبههم ليو قبل ما يخرجوا، وبياخد سيليا وبيطلعوا يحاربوا الفراغات. وكل شويه بتظهر وحوش جديده واقوى من اللي قبلها وبيخلصوا عليهم لحد ما بيظهر تنين ضخم، وبيقف ليو قدامه وهو مش عارف يستخدم انهي سحر، فبيطلع بلاكوس من تحت الارض وبيعض التنين من رقبته وبيبعدوا عن ليو لحد ما بيختار السحر المناسب وبيضربه بيه وبيقضي عليه. وفجاه الارض بتتشق من تحت رجله وبتطلع الجذور تسيطر على سيليا وبتشدها وبتسحبها تحت الارض، وما بيلحقش ليو ينقذها. وفجاه بيطلع قدامه وحش جذور الاشجار وبيناديه باسمه. وقتها بقى بنكتشف ان الوحش هو نفسه اراكيل، فبيتفاجئ ليو انهم بيتقابلوا تاني بعد 1000 سنه، وبيفهم ان هو اللي ورا كل خراب بيحصل في المدينه ولسه هيهجم عليه، لكن اراكيل بيقدر يهرب. فبيوعد ليو نفسه انه المره دي هيقضي عليه ومش هيخلي له اثر. وبيظهر بلاكوس وبيخمن ان اراكيل اتطور وبقى هو سيد الفراغات. وقتها ليو بيشغل دماغه وبيفترض رجوع روزيليا للحياه بما ان اراكيل رجع بقى، فبيغير بلاكوس الموضوع لما بيشوف اطفال الدار واقفين بيتفرجوا عليه، فبيسال ليو عليهم. وبعد ما بيفهمه فبيفتكر نفسه لما كان محارب بيحمي اهل المدينه وبيقرر يحميهم وينسى انه ملك الشياطين دلوقتي. لكن واحده من الاطفال بتوقفه وبتطلب منه يروح ينقذ سيليا وما يقلقش عليهم، فبيطمنها ليو انها كويسه وبيوعدهم يرجعها، وبيعمل تعويذه بحمايه الدار كله وبيحط حارسين من رجالته عليه. وبيرجع تاني لبلاكوس بيلاقيه مجهز له اكل، فبيفتكره سرقه، لكن بلاكوس بيوضح له انه اتعرف على بنت في السكن ادتهم له، وبيعرف من كلامه انها ساكويا، وبيقعد ياكل علشان يزود قوته. وفي اللحظه دي بيسمع صوت غريب وبيكتشفوا انه طالع من سماعه سيليا، وبتحاول فيني تتواصل معاها وبتطلب مساعدتها، فبيرد ليو عليها وبيعرفها ان سيليا هي اللي محتاجه المساعده، وبيعرفها انه هيروح يرجعها بنفسه، وبيطلب منها تستخدم سحرها وتعرف له مكان سيليا بالظبط، فبتبلغه انها في محطه الطاقه، وبيشكرها ليو وبيقفل. وبيدخل هو وبلاكوس على نفق محطه الكهرباء، وفي طريقهم بيسالوا بلاكوس عن سبب مساعدته للبشر وهم اعدائهم، وبيفكروا ان السحرة الستة من نفس فصيلتهم، فبيحاول ليو يحور عليه، بس اما بيضغط عليه شويه بيعترف له انه حبهم لانه في الاول والاخر كان بشري في البدايه. وبيوصل ليو لاخر النفق وبيضرب نار بسحره وبيفتح البوابه، وبيدخل يتفاجئ من حجم اراكيل وبيضربه بالنار علشان يحرقه،
بيغرقوا لكنه بيقدر يجدد من نفسه ولا كأن حاجة حصلت، وبيعرفوا انه هيهدد العالم ويرجع يبنيه من جديد وهيخلي كل الناس تخضع لحكمه وسيطرة الفراغات عليهم. وفجأة بيظهر من الجذور بتاعته وحوش صغيرة بيقولوا تعويذ وبيحاولوا يهاجموا ليو لكنه بيقدر يتغلب عليهم، فبيغير أراكيل تعويذته وبيهجم عليه بأشعة ضوئية فبيصدها ليو، لكن بعد ما بيتصاب بيرجع يهاجمه وبتدور بينهم حتة حرب شرسة. في الوقت ده سيليا بتكون محتجزة وجذور الشجر حوالين جسمها كله، فبتفتكر هدفها والسبب اللي اختارت علشانه تبقى محاربة، وبتقاوم الجذور وبتنزف من كل مكان لحد ما بتستعيد قوتها وبتقدر تستخدم سحرها وتفصل الجذور عن جسمها وبتخرج من جسم أراكيل. ووقتها بلاكوس بيستأذن ليو وبيختفي قبل ما سيليا تشوفه، وبتظهر سيليا بجناحات الفامباير وبمجرد ما بتمسك ايد ليو بيقعوا هما الاتنين، وبيلحقها ليو وبيحييها على استخدامها لجسم الفامباير وتحكمها فيه، وبيديها جرعة من نزيفه علشان تقدر تكمل. وبيستغل أراكيل الفرصة وبيرمي تعويذة قوية عليهم، وقبل ما تقرب لهم ليو بيطلب من سيليا تحمي ظهره وبيطير لفوق وبيواجهوا أراكيل وبيستخدم السيف الشيطاني اللي روزيليا ادته لأول مرة، وبيعلن ان المدينة هي مملكته وبيضرب أراكيل بالسيف وبيقضي عليه. وفي نفس اللحظة بتختفي كل بوابات الفراغ في المدينة وبيتقلص عددهم، وفي قسم الإدارة بيتفاجئوا باللي حصل وبيعتبروه ضربة حظ، وبيخرج سيليا وليو من تحت الأرض، وأول ما بيشوفوهم باقي الفريق بيرحبوا بيهم وبيهنوا بعض بالفوز. وبيرجع ليو على البيت وهو متدشمل حرفيا وبيخمن ان تعبه ده بسبب استخدام السيف الشيطاني، وبيلاقي سيليا داخلاله بهدية وقبعة شجر الفريق عملها عشانه، فبيقول ليو لنفسه ان البشر اللي كان بيعتبرهم أعداؤه زمان بقوا أصحابه دلوقتي، وبيحلم بعد كده يبقوا شعبه وتحت سيطرته. وقتها بتظهر أميرة المملكة وبتقرر تروح بنفسها على الأكاديمية تكافئ المبارزين اللي قدروا يحموا المدينة من الفراغات. وتاني يوم بيروح ليو وريجينا على المكتب سوا، وهناك بيوصل لهم رسالة من الإدارة بيدعوهم فيها على حفلة تكريم بحضور أميرة الإمبراطورية على سفينة. وقتها ريجينا بتعرفه إنها مش هتقدر تيجي الحفلة وبتتمنى لهم يوم سعيد وبتستأذن وبتمشي. وفي الوقت ده بيظهر وحوش غريبة وبيبقوا نصهم بشر ونصهم وحوش، وبيخططوا يحتجزوا الأميرة رهينة عندهم علشان يحرروا إخواتهم المسجونين في العاصمة ويخرجوا من المكان اللي مخصصينه ليهم تحت اسم جناح الإلف، ومش مدينهم فرصة يعيشوا زيهم في المدن. وبتقاطعهم واحدة منهم وبتفكرهم إن البشريين معاهم سيوف سحرية دلوقتي ومش هيقدروا يواجهوهم. وفجأة بيطلع صوت بنت اسمها شرناك من ورا الشجرة من نفس فصيلتهم، وبتقترح عليهم يتعاونوا ويضموا قواتهم، وبتظهر لهم وبتوضح لهم إنها واحدة منهم وعدوها نفس عدوهم وقررت تساعدهم وهتديهم قوة أكتر من قوة السيوف. وبتظهر سيفها السحري وبتزود قوة واحد منهم علشان تثبت لهم، وبتعرفهم إنها قوة شيطانية هتساعدهم في مواجهة البشر واحتجاز الأميرة، وبتحط شرط باحتفاظها بمحاربين تقدمهم قرابين لزعيمها وهم أحياء، فبيوافقوا. في الوقت ده بيوصل ليو على المينا وبيشوف السفينة وبيخطط يجيب منها 2-3 كده لما يسيطر على العالم. وقبل ما يدخل على الحفلة بيقرر يشتري هدية لسيليا وبيقف عند تاجر الأساور وبيعرف منه موضوع جناح الإلف وإن هم اللي بيصنعوا الإكسسوارات دي، فبيشتري واحدة منهم وبيدخل يقابلها جوه وبيديها الهدية وبيعرفها هي وباقي الفريق إن ريجينا مش جاية. وقتها الأميرة بتحيي شعبها من سطح السفينة وبتظهر ريجينا وهي بتراقبها من بعيد، وقبل ما يطلع ليو وفريقه على السفينة بتوقفهم زميلتهم فينرس وبتمسك في خناق سيليا فبتهديهم فيني وبيطلعوا سوا. وفي اللحظة دي بيظهر 2 من الوحوش على السفينة وبيخلصوا على جنديين وبياخدوا وشهم وبيستخدموا السحر في إنهم يبقوا نسخة طبق الأصل من الجنود. وفي طريق الأميرة على حفلة التكريم الموظفين بيطعنوا حراسها، واما بتتفاجئ بيظهروا لها بشكلهم الحقيقي، وقبل ما يتوفى الحارس بينصحها تهرب بسرعة لكنها بتقف تصرخ من الصدمة، وأول ما الوحش بيمسكها بترمي قطتها بعيد علشان تهرب وتطلب المساعدة. وفجأة الجنود في الحفلة بيضربوا نار على حارس أمن وبيشيلوا الأقنعة وبيعرفهم ليو بسبب كلام التاجر، وبتتهور فينرس ولسه هتواجههم بالكلاب الجليدية بتاعتها لكنهم بيوقفوها. وبتتفاجئ لما بتشوف سيوف سحرية معاهم وبيرمي واحد منهم قنبلة على شكل تفاحة كده وبيحذروهم لو حصل أي حاجة هينهوا حياة كل اللي على السفينة، وبيحاصروهم وبيلموا منهم كل التليفونات وبيبلغوهم إن الأميرة هتفضل معاهم لحد ما يخرجوا أصحابهم من السجن. وأول ما بتحاول فينرس تستفزهم بيقرر واحد منهم يخلص عليها لكن بيفتكر الشرط وبيعرفها إنه كده كده هتبقى قربان للزعيم. وقتها ليو بيبلغ سيليا إنه هيروح يطمن على الأميرة وبيستخدم سحره وبيختفي من وسطهم من غير ما حد يحس. في الوقت ده الأميرة بتوافق على طلب الوحوش مقابل إنهم ما يأذوش الناس اللي على السفينة، وبتوجه السفينة في اتجاه العاصمة علشان تحرر صحابهم. وفجأة بتظهر وحوش الفراغات مرة تانية في البحر وبتحذرهم الأميرة منهم، لكن شرناك بتأمرهم يكملوا زي ما هم، واما بيوضح لها الوحش إن الفراغات هتقضي عليها بتعرفوا إنها مش هاممها لا هم ولا خطتهم العبيطة وممكن تقدمهم هم شخصيا قرابين. وقتها بيقلبوا على بعض ولسه هتدور بينهم حرب، لكن شرناك بتضحك وبتفكرهم إن هي اللي ادتهم القوة وبتضرب واحدة منهم بكورة نار وبتحرقه لحد ما بتنتهي حياته، وبتنصح الباقي يتبعها بدل ما يبقى مصيرهم نفس مصير صاحبهم. في الوقت ده الجنود في المينا بيلاحظوا إن السفينة بتتحرك وريجينا بتبقى معاهم وبتلاقي قطة بتجري عليها، وبمجرد ما بتلمها بيحصل تواصل روحي بينهم وبتسمع صوت الأميرة وهي بتطلب المساعدة، فبتشيل القطة وبتطلع جري على السفينة وبتقابل ليو وبيتفاجئوا
وبيتفاجئوا الاتنين ببعض. وقتها ريجينا بتعترف له ان الاميره تبقى اختها الصغيره، وبتحكي له ان الاميره اتولدت في يوم ممنوع يجي فيه طفل جديد من العيله الملكيه، فقرر الملك ينهي حياتها ويحافظ على قواعد المملكه، وبما ان ابوها هو اللي كان هينفذ امره اتفق مع الملك في السر وقرر يتبناها ويخفي هويتها لحد ما تكبر. وكانت ريجينا خادمتها الشخصيه لحد ما مشيت من بيتهم ورجعت تاني للعيله المالكه، وبتوضح له انها جت تشوف اختها من بعيد لحد ما القطه جت لها. وقتها ليو بيحكي لها اللي حصل، وبيقرروا يروحوا ينقذوا الاميره سوا، وبيطلبوا من القطه توجههم لطريقها. وعقبال ما بيوصلوا ما بيلاقوش اي اثر للاميره والوحوش، فبتحاول ريجينا تتواصل تاني مع القطه وتعرف مكان الاميره. واول ما بتعرف بيطلب منها ليو ترجع السفينه وهو هيروح ينقذ الاميره، وبيتفقوا. في الوقت ده ساكويا وفينريس بيستفزوا الوحوش لحد ما بتدور بينهم حرب شرسه جدا، وبيقدروا يكسروا العصايه المتحكمه في القنبله، وفي النهايه بينتصروا عليهم وبيحتجزوهم، وبيحاولوا يتصلوا بالاكاديميه تساعدهم لكن مفيش فايده. وفجاه مجموعه من الفراغات بتهجم على السفينه، وبيواجهوهم المحاربين بكل قوتهم، وبيحاولوا ينقذوا المدنيين اللي موجودين، وبيتغلبوا عليهم كلهم لحد ما بيظهر وحش اكل العقول، وبتطلب ساكويا منهم يخرجوا كلهم ويسيبوه لها تتسلى بيه، وبتحاربوا لوحده لحد ما بتحولوا الاشلاء. وبتقدر ريجينا توصل لسر حركه السفينه، وبمساعده القطه بتقدر تغير اتجاهها، لكن الفراغات بيكونوا لسه موجودين وبيحاصروهم تاني. وقتها شاري بتدخل وبتخلص عليهم كلهم بضربه واحده وبتختفي. وفي نفس الوقت شارناك بتكون خدت الاميره معاها على طياره، وقبل ما تهرب بيها بيوقفها ليو بسحره، فبتنزل تشوف مين الطفل اللي عامل القلبان ده كله، وبتساله يبقى مين، فبيعرفها ليو انه ملك الشياطين. وقتها بتقرر تهاجمه لانه بيتظاهر بانه زعيمها، لكن ليو بيصد هجمتها بكل سهوله وبيقدر يسيطر عليها، وبيسالها عن هدفها. ولسه شارناك بتوضح له انها بتنفذ امر زعيمها ملك الشياطين، وقبل ما تقول له اسمه بيدخل سيف سحري في جسمها وبينهي حياتها. وبتختفي شارناك وبيظهر بدلها وحش ضخم مع بوابات فراغ بيطلع منها الوحوش، وبيحاول ليو يهرب منه. وفجاه بتتحكم ريجينا في اسلحه السفينه وبتوجهها على الوحش. وفي الوقت ده سيليا بتوصل لليو وبيقرروا يحاربوا الوحوش سوا، وبيستخدم ليو السيف الشيطاني وبينهي حياه الوحش الضخم. واول ما بيرجعوا على المدينه الاميره بتجمع الفريق وبتشكرهم على مجهودهم وانقاذها، وبتلاحظ ان ليو وريجينا مش موجودين وسطهم. واول ما بتسال عليهم بتوضح لها سيليا ان ليو تعبان شويه، وريجينا ما عرفتش تيجي وبعتت معاهم رساله بتتمنى لها فيها السعاده. وفعلا بنشوف ليو هو نايم على سريره وتعبان، وبتدخل عليه ريجينا بطبق فاكهه بتشكره بيه على مساعدتها. وتاني يوم بيروح ليو ينقذ الوحوش البشريين من الجنود وبيجمدهم مكانهم، وبيعرفهم انه هو ملك الشياطين وحاكم العالم القادم، وبيأمرهم يطيعوه وينضموا ليه، وفي المقابل هيوفر لهم مخبأ سحري. فبيوافقوا وبيعرفوه انهم هيجمعوا كمان كل اصحابهم من جناح الالف. وقتها ليو بيفتح لهم المخبأ، وفي نفس اللحظه سيليا بتتصل بيه، واول ما بيرد بيتحول لطفل تاني وكاريزمته بتضيع. وقبل ما الوحوش ياخدوا بالهم بيقفل معاها وبيضحك علشان يشوش على الموضوع، وبيودعهم وبيمشي، وبيرجع على اوضته لا من شاف ولا من دري. وبينزل يفطر مع ريجينا وسيليا، وبيبداوا يتكلموا عن كلب وخدامه بيظهروا حوالين البيت وكلام باقي الطلاب على بيتهم اللي بقى مسجون. فبيشرق ليو وبيقعد في نص هدومه، وبعد ما بتطمن سيليا عليه بتساله كان فين لما اتصلت بيه، فبيحور وبيعرفها انه كان بيتدرب. فبتشجعه وبتعرفه ان في معركه بين فريقهم وفريق فينرس دلوقتي، وبيجهزوا وبيروحوا على ساحه التدريب. وبتبدا المعركه بحضور الاداريين والمعلمين، واول ما بتتصاب سيليا بتغيظها فينرس وبتواجهها وهي مصابه وبتسيطر عليها. فبيدخل ليو وبيحارب معاها، وقبل ما يساعدها بتفك سيليا نفسها وبتهجم على فينرس وبتهزمها، وبيفوز فريق سيليا. وفي مكان تاني بيظهر سيد الفراغات الحقيقي نيفاكس، ومعاه سيوف شيطانيه كتير قوي، وبنعرف من كلامه ان شارناك كانت واحده من اتباعه، وبيبقى عاوز يعرف مين اللي قضى عليها. فبيقرر يصحي زعيمته بعد ما توفت، وبيظهر عالم الاساطير القديم تاني. وفي الوقت ده المحققه بتستدعي ليو والفريق على قاعه الاداره، وبتبلغهم ان في ظهور جديد للفراغات في نفس المدينه اللي توفى فيها ابو سيليا واختفت في منطقه الفراغ من 6 سنين. وبتتوقع ان في حد ورا ظهورها من جديد، وبتعرفهم ان في رسائل استغاثه من نفس المكان، وبتأمرهم يروحوا يستكشفوا المكان، ولو في حد فعلا فيه ينقذوه. فبيوافقوا وبيروحوا على المطار على طول. وقبل ما ليو بيطلع على الطياره بيتكلم مع بلاكوس وشاري، وبيأمر بلاكوس يحمي المدينه في غيابه وشاري تسافر معاه. وبيطلع على الطياره وبيوصلوا على المدينه، وبتتفاجئ سيليا وريجينا انها بقت متدمره على الاخر. واول ما بينزلوا من الطياره بتقرر سيليا تقسمهم، فبتوافق فيني على قرارها بشرط انها تبعت معاها كوره سحريه تراقبهم علشان تطمن عليهم وهم بعيد. وبتروح مع ليو على محطه توليد الكهرباء، ووقتها ليو بيتواصل مع شاري من بعيد وبيطلب منها تروح مع البنات وتحميهم. وفجاه بتقف سيليا وبتفتكر كل ذكرياتها في المدينه، وبتقعد تحكي له وبتاكل دماغه لحد ما بيهجم عليهم وحش سحري بشعاع ضوء قوي، وبيوقع عمود صخري على سيليا، وبيظهر من وسط الضباب وحش الملاك الضخم. وقبل ما تهجم على سيليا تاني وتنهي حياتها بيستخدم ليو سحره وبينزلها تحت الارض، وبيواجهه بنفسه وبيقضي عليه بسحره بكل سهوله. وبينزل بسرعه يطمن على سيليا، وبيلاقيها مش قادره تقف على رجليها، فبيطمنها انها هتاخد وقت لحد ما تبقى كويسه. وفي نفس اللحظه بيظهر مجموعه من الجنود، وقبل ما يهجم عليهم ليو بتعرف
وبتعرف سيليا من الشعار اللي على لبسهم انهم جيش ابوها الله يرحمه، وبيبداوا يتكلموا وبيرحبوا بيها وبيفهموها انهم اتوفوا في الحرب لكن روحهم مش هترتاح غير بهزيمه سيد الفراغ اللي كان سبب في نهايتهم، وبيعرفوها ان هم اللي بعتوا طلب الاستغاثه بس علشان يحذروهم ان في هجوم قوي هيحصل على باقي المدن زي اللي حصل من 6 سنين، لكن مش عشان انقاذهم ولا حاجه. وبيعرفهم ان سيد الفراغات موجود في المدينه وبيجمع الطاقه، ووقتها سيليا بتقلق وبتحاول تقف لكن ليو بيهديها وبيفهمها انه لازم يدوروا على مكان تستريح فيه الاول. فبيقترحوا الجنود ياخدوهم على القصر بعربيتهم وبيوافقوا، وبيسندها ليو لحد العربيه، وعشان يوصلوا بسرعه بيستخدم سحره وبيستحضر 2 من هياكل الخيول يساعدوهم. وفي نص الطريق بتلاحظ سيليا ان رجليها بدات تخف، وبيجي لها مكالمه من فيني وبتطمن عليهم بعد ما شافت الوحوش بتهاجمهم والكره اتدمرت في الحرب. فبتطمنها سيليا وبتبلغها بخبر وجود سيد الفراغ في المدينه، وبيتفقوا يتقابلوا في منطقه وسط وبيقفل معاها. وقتها ليو بيدي لسيليا فستان سحري يقدر يحول النزيف اللي في جسمها، وبينصحها تستخدمه بحكمه، وبيدخله في جسمها وبيفهمها ان وقت ما تحب تستخدمه تتخيل انها بتلبسه وبس كده، وبيديها معاه ميداليه هياكل هديه. في الوقت ده باقي الفريق بيكونوا ماشيين بيستكشفوا المدينه، وفجاه بيلاحظوا بنت مستخبيه وبنعرف انها رولي ساحره من الصحراء الستة ورجعت للحياه تاني علشان تخلص على ملك الشياطين، وبتفتكرها ريجينا غلبانه. وقبل ما تقرب عليها ساكويا بتلحقها في اخر لحظه وبتنقذها من هجوم رولي، وبتدخل معاها معركه شرسه جدا لحد ما بتحط السيف على رقبتها، لكن ما بترضاش تخلص عليها لانها اصلا مصابه بعد ما حاربت وحش من وحوش الفراغ. وبياخدوها معاهم وبيدخلوا يقعدوا في مبنى قديم وبيعالجوها، وبيبداوا يتعرفوا عليها، وبتبحث عنها فيني في بيانات المدينه وما بتلاقيش لاسمها اي اثر. فبتحاول تشرح لهم انها رجعت بعد 1000 سنه علشان تنفذ مهمه، وبتشكرهم وبتقوم علشان تمشي لكن ما بتقدرش. فبتطلب منها ساكويا تهدى كده وبتعرض عليها تقعد تاكل معاهم الاول. في الوقت ده شاري بتكون قاعده مراقباهم من بعيد وعارفه كل المعلومات عن رولي. في نفس الوقت نيفاكس بيبقى مستني زعيمته ترجع للحياه تاني بعد ما استنى 1000 سنه علشان اللحظه دي، وبيجي وحش من اتباعه بيبلغه ان وحش الملاك حياته انتهت. فبيستغرب وبيتاكد ان اللي خلص عليها مش بشري لان مفيش انسان يقدر على اتباعه. وساعتها بيوصل ليو وسيليا على القصر، وبتتجول سيليا فيه وهي حزينه وبتفتكر ذكرياتها واهلها، وبمجرد ما بتوصل لمكتب ابوها بتسح من العياط، وبتمسك الكتاب اللي كان بيقراه لها زمان وبيحكي لها قصصه. وفي اللحظه دي الجنود بيدخلوا وبيحولوا لها القصر لشكله زمان، وبتشوف سيليا ذكرياتها قدامها وابوها وهو بيحكي لها عن ملك الشياطين الشرير اللي توفى والعالم خلص من شره، وكان وقتها كمل وقال لها انه هيرجع تاني ينقذ العالم. وفجاه بيظهر لها نيفاكس وبيرجع البيت لشكله الحقيقي، وبتفتكره سيليا واحد من اللي نجي من الحرب. فبيفاجئها وبيعرفها انه اصلا مش بشري، وبيعتبر نفسه اتعرض للاهانه لانها شبهته بيهم، وبيهجم عليها بضربه ناريه. فبتفقد سيليا الوعي وبتفوق، بتلاقي النار محاصرها من كل اتجاه وفي 3 هياكل بيحموها، وبيظهروا لنيفاكس من وسط الغبار، وقبل ما يهجم عليهم بيضربوا ليو الضربه القاضيه وبيبعدوا عنهم. وقتها سيليا بتكتشف ان الميداليه اللي اداها لها كانت تعويذه حمايه، وبيبداوا الهياكل يعرفوها بنفسهم وبيتخانقوا مين فيهم انقذها وبيمسكوا في بعض. فبيوقفهم ليو، وفجاه بيظهر نيفاكس تاني وبيتصدم ليو انه لسه عايش، وبيستغل نيفاكس صدمته وبيهجم عليه، لكن ليو بيصد هجمته هو ورجالته وبيحاصروه بالجليد، وبيحاول ليو يستجوبه. وفجاه بيحصل هزه ارضيه وبيضحك نيفاكس زي المجنون وبيبلغه ان زعيمته تيريس رجعت تاني للحياه ودلوقتي دوره انتهى. وبتظهر بوابه فراغ وبيهرب نيفاكس من خلالها وما بيقدرش ليو يوقفه، وبتستمر الهزه الارضيه. وقتها اتباع ليو بينصحوه يخرجوا من المكان حالا قبل ما حد يتاذي، وبيخرجوا فعلا وبيشوفوا بوابات الفراغ في السماء، وبتظهر تيريس العملاقه وسط المدينه. واول ما بيشوفها ليو بيتعرف عليها وبيفتكرها، وبنعرف من كلامه انها كانت واحده من الصحراء الستة مش مجرد مساعده لاراكيل. وبتنتشر الفراغات في كل مكان وبيحاولوا يهاجموهم، فبيتصدوا لهم سيليا وليو، لكن الوحوش ما بتتاثرش وبتجدد جسمها من اي جروح. وقتها ليو بيلاحظ انهم ما بيتهزموش غير بالهجوم على راسهم، فبيعرفهم ان دماغهم هي نقطه ضعفهم، وبيبداوا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبيسيبهم ليو وبيروح يهاجم تريس لوحده بكره ناريه وبيحرقها، لكنها ما بتتاثرش بيها وبتعدي من خلالها ولا كأن حاجه حصلت. وفجاه بتستخدم سحرها وتعويذها وبتزود من عدد الوحوش، وبتضربهم بقوتها الناريه اللي بتنزل عليهم زي المطر. وما بيبقاش قدام ليو غير انه يعمل جدار حمايه يقدر ينقذ بيه نفسه واللي معاه. واول ما ضربتها بتنتهي بتسيب طيور الفراغ عليهم، وساعتها ليو بيطلب من سيليا تحمي ظهره لحد ما يجهز للساحره الضربه القاضيه، فبتوافق. والهياكل بيساعدوها وبيدخلوا في حرب مع وحوش والطيور الفراغ، وبيطير ليو وبيقرب لتيريس بالسيف الشيطاني، وقبل ما يهجم بيه عليها بتشل حركته وبتبدا تلعب على مشاعره وعواطفه، وبتكلمه بصوت روزيليا وبتستعطفه. فبيتفاجئ ليو وبيحاول يخليها ما تسيطرش عليه، وبيخرج عن سيطرتها باستخدام السيف. فبتهاجمه تيريس باسهم ضوئيه لحد ما واحد فيهم بيدخل صدره ويقضي عليه. واول ما بتشوفه سيليا بتتصدم وبتقرر تستخدم الفستان، وبتواجهها بالفامباير اللي جواها وبتضربها ضربه قويه وبتوقعها وسط المدينه. وبتنزل تطمن على ليو وبيساعدوها الهياكل وبيحوطوها وبيحموها. وبيفتكر ليو
ليو كلام روزيليا ليه وقت ما طلبت منه يخلص عليها لو ظهرت على شكل كائن شرير، فبيفتح عينه وبيطلب من سيليا تشرب باقي النزيف المتبقي من جسمه وتهرب لانها مش هتقدر عليها. وقتها ليو بيقول لنفسه ان لو روزيليا فعلا بقت واحده من وحوش الفراغ فرجوعه تاني للحياه ما بقاش ليه اي معنى، والمملكه اللي خطط لبنائها مع روزيليا ما بقاش ليها وجود. وبيفتكر لما قالت له ان السيف الشيطاني هيدله على الحقيقه لانها ممكن ما تكونش روزيليا وتكون هي نفسها تريس، بس قدرت بسحرها تستخدم صوتها، وحتى لو هي فوصيتها ليه كانت انه يقضي عليها بالسيف الشيطاني. فبيقرر ليو يرجع للحياه تاني ويقضي على تريس، وبيقوم وبيطلب من سيليا تديله جزء من فستانها علشان يصلح لبسه بالسحر، فبتوافق. في الوقت ده تريس بتجدد جسمها وبتستعيد قوتها تاني، وقبل ما ليو يبدا يهاجمها الجنود بيوقفوه وبيطلبوا منه يستخدم ارواحهم كمصدر طاقه وقوه سحريه تساعده في الحرب، وبيوضحوا له انه ممكن يستخدم ارواح مواطنين المدينه اللي توفوا على ارضها كمان لو عددهم مش كافي، لان هم كمان روحهم ما ارتاحتش وماتوا وهم مستنيين فرصه يرجعوا بيها حقهم من الفراغات. وبتبدا تظهر الارواح على شكل نجوم مضيئه، وبيفهم ليو ان كل الارواح ظهرت بسبب رجوع تريس على الحياه تاني وتاثيرها القوي. فبيوافق ليو على طلب الجنود وبيجمع كل الارواح بتعويذه سحر في السيف الشيطاني عن طريق دايره سحريه بتضمهم، وقبل ما الجنود يدخلوا فيها بيوقفهم ليو وبيعرفهم انه عنده مهمه احسن ليهم، وبيستحضر هياكل من العالم السفلي وبيأمر الارواح تسكنهم علشان يقدروا يحاربوا معاهم، وبيطلب من سيليا تبقى مسؤوله عنهم وتوجههم لانها انسب حد يقودهم بعد ابوها، وبيعرفها ان جمع الارواح هياخد وقت ولازم تبدا تهاجم الوحوش من دلوقتي لحد ما يخلص. فبتوافق وبتبدا تجمع الهياكل وبتهجم على الوحوش وبتدور المعركه بينهم. في الوقت ده باقي الفريق بيكون في طريقه لموقع سيليا وليو، وكل شويه يطلع عليهم الفراغات وبيعطلوهم في الطريق، فبيضطروا يحاربوهم وبتساعدهم شاري من غير ما يشوفوها. وفي وسط المعركه بتتفاجئ سيليا بعدد الارواح والدايره اللي بتكبر، واول ما بتشوفها تريس بتزود عدد وحوشها وبتضربهم بكرات النار تاني، وبتحاول توقف ليو لكن سيليا بتروح بسرعه تحميه، وبعد ما بتخلص بيكملوا معركتهم. وبيخلص تجميعة الارواح وبيضم ليو قوتهم في سيفه قبل ما تريس تهاجمهم تاني، وقبل ما يضربهم بيه بتحمي نفسها بسحر عالي المستوى. وبيوصل باقي الفريق ومعاهم رولي وبيضربوا تريس بقوتهم السحريه وبيدمروا جدار الحمايه، وبيتفاجئ ليو من الضربه السحريه اللي حصلت. واول ما بتتصاب تريس بترجع تستخدم صوت روزيليا، وبيفضل ليو محتار ومش عارف دي تريس وبتستخدم صوت روزيليا ولا هي نفسها روزيليا بس بقت شريره، لكن بيكمل معركته وبيهجم عليها بالسيف لحد ما بيقضي عليها. وفي نفس اللحظه بتختفي الفراغات وبترجع المدينه لطبيعتها، ووقتها ارواح الجنود بتخرج من الهياكل وبيحيوا ليو وسيليا وبيشكروهم على وقفتهم جنبهم وانقاذ العالم، وبيأكدوا لسيليا ان اهلها فخورين بيها وبيتمنوا لها التوفيق وبيمشوا. واول ما ليو بيسمع صوت باقي الفريق بيشكر الهياكل العظميه وبيأمرهم يختفوا، وبمجرد ما بيشوفوا بعض وبيطمنوا ان كلهم بخير بيفرحوا جدا. وساعتها بتستغرب سيليا البت اللي معاهم وبتعرفهم ساكويا انها ظهرت في طريقهم وهي اللي هزمت سيد الفراغ بضربتها السحريه وبعدها فقدت الوعي، فبيقرروا ياخدوها معاهم على المدينه. وبتوصل طيارات الاكاديميه بقياده فينريس وفريقها وبيساعدوهم. وفي الطياره بنشوف ليو قاعد بيبحلق لرولي وهي فاقده الوعي ومستغرب من وجودها تاني في العصر الجديد، وبتلاحظ سيليا انه مكشر، واما بتساله عن سبب حزنه بيتهرب منها وبيسالها على الكتاب اللي في ايديها، فبتوضح له ان في قصص خياليه عن ملك الشياطين كان ابوها بيحكيها لها وهي صغيره. فبيسالها ليو عن اللي بيحصل للملك في اخر القصه، واول ما بتعرفه انه بيتوفى والناس بترتاح منه وبيعيشوا في سلام بيتضايق وبيقول لها انها قصه تافهه. وبيرجع ليو على البيت وبيجتمع مع شاري وبلاكوس وبيحكي لهم على اللي حصل، وبيأكد انه شاكك في قدره نيفاكس على اعاده احياء تريس وتزييف صوت روزيليا، وبيوعد نفسه لو شافه مره تانية هيمسك في زمارة رقبته ومش هيسيبه غير لما يعترف بكل حاجه. وقتها شاري بتدخل وبتحذره من رولي وبتبلغه انها دلوقتي محتجزه في مستشفى المطار، فبيأمرها ليو تراقبها وتعرف كل حاجه عنها اول باول، فبتوافق. وبتلفت نظره انه ادى الفستان الملك لسيليا رغم انها بقالها قرون بفستان الخدامه والبعيد ما عندوش نظر، فبيتعصب عليها ليو ولسه هيزعق، بس سيليا بتنادي عليه وبتقاطعهم والمساعدين بيختفوا بسرعه. وبتفوق رولي في المستشفى وبتفهم انها لسه عايشه علشان ما نفذتش مهمتها، وبتتسحب وبتاخد سيفها وبتفجر جدار المستشفى وبتهرب. وبيصحوا كل اللي في المدينه على صوت الانفجار، وبيقوم ليو وبيوعد نفسه انه في يوم من الايام هيلاقي روزيليا ويسيطر على العالم كله بالجيش بتاعه ويأسس مملكه من البشر. ولحد هنا انا مشيت.